الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ويقول الله عز وجل في القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم عن ذلك. دعوة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بي، ورؤيا أمي التي رأت. رواه أحمد. في ذكرى مولد النبي الهادي صلى الله عليه وسلم، في ذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، في ذكرى ولادة سيد العالمين، في ذكرى ولادة إمام الأنبياء، في ذكرى أعظم مولود عرفه العالم، في ذكرى مولد أعظم وأكبر قائد عرفه التاريخ،
في ذكرى مولده المبارك صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه، ونتنسم في ذكرى مولده عبيرا فواحا وأعطارا وأزهارا مسكية زكية عطرة، كيف لا وهو سيد الأولين والآخرين وأعظم مولود عرفه هذا العالم، وهو الذي فاق جميع إخوانه النبيين والمرسلين في الخلق والخلق. فتعالوا معا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولد هذا الرسول العظيم والنبي الكريم صاحب الذكر المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة العظمى، لنتحدث عن نسبه ومولده صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. نعم، فهو صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف سيدة نساء بني زهرة. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، كما دلت عليه النقول والآثار. حملت به أمه آمنة الطاهرة. لماذا نقول عنها الطاهرة؟ لأنها عفيفة غير زانية، وهي مؤمنة تقية نقية هنية رضية، لأنها رضي الله عنها كانت من الصالحات، لم تكن مشركة ولا هي من أصحاب النار كما افترى وكذب المجسمة في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: استأذنت ربي في الاستغفار لأمي، لو كانت مشركة من الأصل ما كان يستأذن في الاستغفار لها، لأن الله قال، انتبهوا واسمعوا واحفظوا الأدلة، لأن الله قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فلو كانت مشركة من الأول لا يستأذن في الاستغفار لها. وهنا إن سئلتم لماذا لم يؤذن له في الاستغفار لها، لا لأنها مشركة، لا لأنها كافرة، بل لحكمة عظيمة، لمصلحة كبيرة لم يؤذن له في الاستغفار لها. لماذا؟ لأن من الناس الذين كانوا حديثي عهد بإسلام
لو عرفوا ذلك، لو سمعوا بذلك، لاقتدوا به واستغفروا لأمهاتهم وآبائهم الذين ماتوا على الشرك. عرفنا لماذا؟ لهذه الحكمة، لهذه المصلحة لم يؤذن له في الاستغفار لها، لا لأنها كافرة، وإلا فهل يجوز على الرسول أن يعبث بدين الله؟ مستحيل، مستحيل، هو معصوم من ذلك. إذن لما ثبت أنه استأذن في الاستغفار لها، هذا يعني أنها مؤمنة، هذا يعني أنها مؤمنة. منها كافرة؟ ليست كافرة، ليست مشركة، بل استأذن أن يستغفر لها لأنها مؤمنة. وهناك دليل آخر، ما هو؟ قال الله عز وجل، اسمعوا وانتبهوا: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. وفي صحيح مسلم ماذا ورد وثبت وصح؟ أنه صلى الله عليه وسلم قام على قبر أمه وأطال عندها وبكى. كيف قام على قبرها؟ الله يقول: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. كيف قام على قبر أمه؟ لأنها ليست كافرة، لأنها ليست كافرة. فآمنة من أهل الجنة. بعض النساخ حرف ما قال أبو حنيفة. أبو حنيفة قال: ما ماتا كافرين. بعض النساخ حرف فقال: ماتا كافرين. أبو حنيفة قال: ما ماتا كافرين. بسبب بعض النساخ حرف قول أبي حنيفة، فبقيت هذه الكلمة محرفة في الكتب إلى اليوم. لكن أهل التحقيق والتدقيق من العلماء بيّنوا هذا، بيّنوا. العلماء حذروا من هذا التحريف، العلماء نبهوا من هذا التحريف. فما أثبتناه مما ورد في الصحيح هذا يؤكد أنها كانت مؤمنة، وأبو حنيفة كلامه لا يعارض فيه الحديث. أبو حنيفة قال: ما ماتا كافرين. بعض النساخ حرف فقال: ماتا كافرين. ثم انتبهوا معي، لو كانت كافرة لا تحصل لها كرامة. هل الكافر تحصل له كرامة؟ لا. هل الكافرة تحصل لها كرامة؟ لا. وقد ثبت أنها رضي الله عنها عند وضعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج منها نور حتى رأت أعناق الإبل في بصرى الشام. وين مكة المكرمة وين بصرى الشام؟ في بصرى الشام رأت أعناق الإبل. انتبهوا شو عم نقول، رأت أعناق الإبل، ما عم نقول رأت الجبال، مش عم نقول رأت السماء، رأت البحار، لا، ما عم نقول رأت الصحراء، رأت أعناق الإبل. يعني ماذا يكون الإبل؟ مش بس عنق الإبل كله ماذا يكون لو أراد أن ينظر إليه الإنسان من مكة إلى بصرى الشام؟ لا إبل ولا قطيع إبل،
هي كيف رأت أعناق الإبل كرامة لها، والكافرة ما لها كرامة، الكافرة لا كرامة لها. عرفتوا ليش عم نقول عنها رحمها الله أو رضي الله عنها أو الطاهرة أو النقية؟ لأنها ماتت مؤمنة، لأنها ماتت على الإيمان وهي من أهل الجنة. الرسول استأذن في الاستغفار لها، والرسول قام على قبرها، وقد نهي في القرآن أن يفعل ذلك مع الكافرين. نهي في القرآن أن يفعل ذلك مع مين؟ مع الكافرين. إذن هي ليست كافرة. حملت به أمه آمنة الطاهرة النقية الهنية الرضية الولية، فقيل لها: حملت بسيد العالمين وخير البرية، فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم، فستحمد عاقبته المرضية. ويروى أنه حين وضعته آمنة وقع جاسيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء، لأنها مهبط الرحمات، لأنها قبلة الدعاء، لأنها مسكن الملائكة، لا لأن الله يجلس فيها، لا لأن الله يسكنها كما يعتقد الكفار، تنزه الله عن ذلك. فالله منزه عن الجلوس لأنه ليس جسما بالمرة، منزه عن المكان لأنه سبحانه منزه عن الجثة والكمية، فلا جسم له، فلا يشغل مكانا، فلا يملأ فراغا، فلا يحتاج إلى المكان، فلا مكان له. من الذي يملأ الفراغ؟ الجسم. الله ليس جسما فلا يملأ فراغا، فلا مكان له. من الذي يكون في المكان؟ المحتاج، والله ليس محتاجا لا للسماء ولا للعرش ولا للفضاء ولا للأرض. الله موجود بلا جهة ولا مكان. المكان هو الفراغ الذي يشغله الحجم، يشغله الجسم. الله ليس حجما، ليس جسما، فلا يملأ فراغا، لا يشغل حيزا، فلا مكان له. من الذي خلق كل الأماكن؟ يعني موجود قبلها، يعني ليس فيها، يعني لا يحتاج إليها. واحفظوا هذا النقل. الحافظ العراقي رحمه الله نقل في الأمالي قال: أجمع السلف والخلف على كفر من أثبت الجهة لله. هذا رد على مين؟ على كتاب شرح جوهرة التوحيد. كتاب شرح جوهرة التوحيد وما في بعض كتب العز ابن عبد السلام مما يقال فيها في الكتب، يعني أن الصحيح عدم تكفير من يثبت الجهة لله. نعرف أن هذا الكلام باطل مردود، ونحن لا نثبت هذا القول على العز، إنما نقول دس عليه، لأن العز هو في كتابه حل الرموز. اسمعوا ماذا يقول واحفظوها: من توهم أن للحق مكانا كفر. يا سلام يا سلام، هذه العبارة ينبغي أن نحفظها جميعا، لأن كتب العز اليوم محرفة وفي الأسواق مطبوعة، وكتاب منها اسمه القواعد الكبرى، وكتاب آخر يسمى تفسير العز ابن عبد السلام، محرفين فيهم شو بيقولوا؟ والصحيح عدم تكفير من يثبت الجهة لله. أعوذ بالله، شو هالكذب؟ هذا الكلام منسوب له، نحن لا نجزم بنسبته إليه، نحن نعتقد أنه دس عليه، لأن العز يروى عنه
أنه كان جريئا في إنكار المنكرات، كان يقف في وجوه الملوك، في وجوه السلاطين، في وجوه الأمراء، يقف ويهددهم، لا يخاف منهم كان، بل يحكى عنه بعض الكرامات. فإذا نعرف أن هذا دس عليه. ومما يؤكد أنه دس عليه شو؟ قوله في حل الرموز اللي هو كتاب له، اسمعوا هالعبارة ما أجملها: من توهم أن للحق مكانا كفر. الله أكبر. هنا يقول من توهم، كيف هناك بده يقول من أثبت الجهة لله القول الصحيح أنه لا يكفر؟ نعرف أنه هذا مدسوس عليه، لأنه هذا الكتاب بيقول فيه من توهم أن للحق مكانا كفر. وهذا الذي قاله أبو حنيفة. وأبو حنيفة بتعرفوا مين؟ الإمام المجتهد الكبير العالم القدوة الحجة. طيب إذن هذا يثبت أنه الكلام مكذوب على العز. وشو كمان يثبت أنه هذا مكذوب عليه؟ ولو الحقتوا تنسوا ما هلا ذكرناه. قال الحافظ العراقي في الأمالي: أجمع السلف والخلف على تكفير من يثبت الجهة لله. لما يكون مسألة إجماعية العز بن عبد السلام يخالف فيها، نحن لا نظن فيه ذلك. مسألة إجماعية، منا مسألة بفروع مسائل الاستنجاء، مسألة في أصل العقيدة. إذن انتبهوا، هؤلاء الذين يقولون في مثل هذه الكتب وعلى الإنترنت، وبعض من يتكلمون اليوم باسم الأشاعرة هنا في بيروت، عندنا واحد منهم وهو عدو الأشاعرة في شارع حمد، وبعض من يدعي أنه من الأشاعرة في الأردن، أنا ناقشته وناظرته، يضعون له على الإنترنت الأستاذ الرازي، قال بيشبهوه بالرازي. أنا ناقشته، هذا ماذا يقول؟ المجسم لا يكفر، ومن يثبت الجهة لله لا يكفر. اسمعوا هذا النقل واحفظوه. الحافظ العراقي في الأمالي يقول: أجمع السلف والخلف على كفر من يثبت الجهة لله. إذن عقيدة المسلمين شو يا إخواننا؟ الله موجود بلا مكان. شفتوا ما أحلى العلم، ما أحلى علم التوحيد والعقيدة، التنزيه. هذا أصل، هذا أساس الإسلام. من خالف في ذلك لا يكون من المسلمين. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بإصبعه، لأن السماء شو قلنا؟ قبلة الدعاء. مين من العلماء ذكر هذا؟ الحافظ النووي، وأبو حامد الغزالي، وسيف الدين الآمدي، وأكثر من هيك. نقل الإجماع في ذلك القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي. مسألة أنه كل الأمة أجمعت أن السماء قبلة الدعاء، لأجل هذا نرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء. السماء هي قبلة الدعاء، انتبهوا معي، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. هل نحن نتجه في صلاتنا إلى القبلة لأن الله يسكنها؟ لا، الله موجود بلا مكان. وهكذا رفع الأيدي في الدعاء إلى السماء. انتبهنا؟ أي أفضل؟ ركزوا معي منيح. مجرد الدعاء النفل أفضل أم الصلاة المفروضة أفضل؟ لا شك الصلاة المفروضة أفضل. في الصلاة المفروضة نستلقي على ظهورنا ونستقبل السماء، إنما أمرنا أن نستقبل الكعبة التي في مكة، وهيك إذن الله لا يسكن السماء ولا يسكن في الكعبة. كما أننا أمرنا أن نتجه في صلاتنا إلى الكعبة،
لأنها قبلة الصلاة. أمرنا أن نرفع الأيدي في الدعاء إلى السماء لأنها قبلة الدعاء، لا لأن الله يسكنها ولا لأن الله يحل في الكعبة، بل الله موجود بلا جهة ولا مكان بالمرة، لا في جهة واحدة ولا في كل الجهات. بعض الضلال ماذا يقولون؟ يقولون نحن لا نعرف مكانه، هو يعرف مكان نفسه. هؤلاء الكفار. وبعض الناس ماذا يقول؟ شو دخلنا بهالحكي؟ إله مكان أو ما إله مكان؟ أعوذ بالله. كأنهم يتكلمون عن شيء من الخضار، يعني على زعم. لا، هذا أصل من أصول عقيدة الإسلام، من خالف فيه لا يكون من المسلمين. أحد علماء لبنان الكبار وهو أبو المحاسن القاوقجي رحمه الله، وهذا كان من العلماء والمحدثين، كان فقيه، بقي 27 سنة في طلب العلم، عم بيحصل العلم في الأزهر. الأزهر عندما كان الأزهر يزهر، بقي 27 سنة يحصل العلم، ثم رجع إلى بلاد الشام، وهو من شمال لبنان من طرابلس، أبو المحاسن القاوقجي، وبدأ بنشر العلم. وفي العقيدة له كتاب الاعتماد في الاعتقاد. ماذا يقول فيه؟ اسمعوا: ولا يجوز أن يعتقد أنه في مكان أو أنه في كل الأماكن. يعني الله تعالى لا هو في مكان واحد ولا هو في كل الأماكن، لأن كل الأماكن مخلوقة، الله خالقها لا يحتاج إليها. إذا عقيدة المسلم كما بينا وشرحنا: جاثيا على ركبتيه رافعا رأسه إلى السماء لأنها مهبط الرحمات وقبلة الدعاء ومسكن الملائكة. وأما الله تعالى فهو موجود بلا مكان ولا جهة، وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام، حتى رأت أمه أعناق الإبل ببصرى الشام. فليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة عظيمة مباركة ظاهرة الأنوار جليلة المقدار، أبرز الله تعالى فيها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الوجود، فولدته آمنة في هذه الليلة الشريفة من نكاح لا من سفاح، يعني لا من زنا. وهنا انتبهوا: أمهات الأنبياء لا يزنين، أمهات الأنبياء لا يزنين، ما بيحصل منهم الزنا. وكذلك زوجات الأنبياء، وكذلك زوجات الأنبياء. إذن أمهات الأنبياء لا يحصل منهن الزنا، لا يزنين. وكذلك زوجات الأنبياء، مع أنه بعض زوجات بعض الأنبياء كافرة، مثل زوجة مين؟ سيدنا نوح. زوجة سيدنا نوح كانت كافرة وماتت على الكفر، لكنها لم تكن زانية ولم يحصل منها الزنا. لماذا؟ كي لا يكون في ذلك طعن في نسب هذا النبي أو في نسب ذريته إليه أو في نسب أولاده إليه. مع كونها كافرة لم تزني، مع كونها كافرة. وانتبهوا، مش كل كافرة بتكون زانية، لا، كثير من الكافرات لا يزنين مع كونها كافرة، مع كونها واقعة في أكبر الذنوب اللي هو الكفر. فالحاصل من نكاح لا من سفاح، يعني لا من زنا. فهو صلى الله عليه وسلم يعني نسبه ثابت لأبيه وأمه بلا أدنى شك، هذا بإجماع الأمة. ومن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ابن زنا، هذا كافر، لا يكون من المسلمين.
من نكاح لا من سفاح، فظهر له صلى الله عليه وسلم من الفضل والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار، كما شهدت بذلك الأحاديث والأخبار. وليلة ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة، وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك ب1000 عام، وجف ماء بحيرة ساوى. هذا أي شيء فيه إضعاف لأهل الكفر. هذه البحيرة كانت تسير فيها السفن الضخمة الكبيرة، لما ولد النبي جفت. لماذا؟ فيه إضعاف لدولة الكفار وإخافة لهم، وقع الخوف في قلوبهم، ارتعبوا فزعوا، فهذا فيه حكمة. فالحاصل هذا فيه إضعاف لدولة الكفار. ومن الآيات التي ظهرت لمولده صلى الله عليه وسلم أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة، كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. شو فيهم بضحك أو بخليك تبتسم؟ تعرف أول مغتاظ من المولد إبليس ولحقته الوهابية. أول مغتاظ من المولد إبليس، بعدين جنوده وأتباعه. روى الحافظ العراقي في كتابه المورد الهني في مولد النبي أن إبليس حجب عن خبر السماء فصاح ورن رنة عظيمة، كما رن حين لعن وحين أخرج من الجنة وحين ولد النبي وحين نزلت الفاتحة. وهون اسمعوا: إن أنكر المولد الميمون ذو سقم، فشبهة القوم إن حققت تلبيس. إن أنكروه بتلبيس فلا عجب، فسابق القوم لما رن إبليس. هو سبقهم، اغتاظ من مولد النبي، حزن، انزعج، لعنه الله. وهم المشبهة لحقوه في ذلك. عرفتم لماذا كنت أتبسم؟ فإذا وسمع من أجواف الأصنام ومن أصوات الهواتف بالبشرى بظهور الحق في وقت الزوال. وأما عام ولادته فأكثر العلماء على أنه في عام الفيل. ليش اسمه عام الفيل؟ لماذا سمي بهذا؟ لأنه العام الذي حفظ الله فيه الكعبة الشريفة من جيش أبرهة الأشرم من أصحاب الفيل الذين جاءوا بجيش ومعهم الفيلة لهدم الكعبة. أرسل الله عليهم طيرا أبابيل جاءت ولها أكف وخراطيم، كل طائر يحمل 3 أحجار، كل حجر فوق حبة العدس ودون حبة الحمص، وعلى كل حجر اسم مرميه، يعني اسم الشخص اللي بينزل عليه. فكان الطائر يلقي الحجر ينزل على رأس الفارس أو الجندي فيهلكه ويخرقه ويخرج منه إلى أن هلكوا. وقائد الفيلة فيل ضخم
كبير يقال له محمود، قائد الفيلة، مش الشخص يعني الفيل، مش الطيور والأسود والأبقار والأغنام أحيانا يكون لها قائد. شوفوا سبحان الخالق العظيم، أحيانا في الجو بتشوفوا أسراب من الطيور أمامها واحد ويطيرون بانتظام. سبحان الله، الله يلهمها ذلك مع أنه لا عقول لها. البقرة إذا رأت الأسد من شدة الفزع تبول، مع أنها لا عقل لها، لكن هذه غريزة فيها، الله يلهمها. ترون الشاة إذا سيقت إلى الذبح تخاف، تصير تحاول أن تفلت، مع أنه لا عقول لها، الله يلهمها. الحاصل قائد الفيلة هذا محمود كان إذا وجه إلى الكعبة ليهدمها لا يمشي نحو الكعبة، فإذا ضرب برك في الأرض، ما يقرب عن الكعبة. فإذا وجه يمنة أو يسرة هرول، وإذا وجه راجعا إلى اليمن أسرع، ثم يحول إلى الكعبة فيبرك في الأرض. في هذا العام، في عام الفيل، ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول الأصح عند العلماء. وأما شهر مولده صلى الله عليه وسلم فهو شهر ربيع الأول، وأما يوم مولده من الشهر فالمعتمد أنه كان في 12 من شهر ربيع الأول. وأما يوم مولده فهو يوم الاثنين بلا خلاف، يوم الاثنين بلا خلاف. وأما مكان مولده فالصحيح المحفوظ أنه كان بمكة المشرفة، والأكثر أنه كان في المحل المشهور بسوق الليل، ويعرف المكان بهذا الاسم محلة المولد. يعني هذا المكان البقعة ما زالت إلى اليوم، لكن ما اسمها بيت النبي ولا البيت الذي ولد فيه النبي. المكان اسمه محلة المولد، بس هو منه بشكل بيت هلا، بهيئة مكتبة باسم مكتبة مكة المكرمة، يلي طالع من جهة الصفا والمروة من ناحية باب بني شيبة، بيطلع بيصير البيت على الزاوية بالوجه فوق بعد الساحة البيضاء بعد الرخام. هيدا البيت، هذا المكان اللي هو هلا بهيئة مكتبة، في تلك البقعة كان البيت الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا محفوظ باسم محلة المولد، باسم محلة المولد. وأما مرضعته فهي حليمة السعدية، وحليمة بقيت على قيد الحياة إلى أن بعث فآمنت به. يعني يا سعدها ويا هناها، من طفولته من صغره كانت معه وبقيت إلى أن بعث فآمنت به، وحسن إسلامها وكانت صالحة، ودفنت في البقيع. قبرها الآن معروف في البقيع ويزار، ولو ما عليه اسمها مكتوب، يعني منه مكتوب، بس الناس بيعرفوه، بيدلوا بعضهم، الناس يعرفون قبرها. الشباب الرجال اللي رايحين على البقيع، انتم نازلين من عند قبر سيدنا عثمان رضي الله عنه، بيصير قبر سيدنا عثمان على ايدكم اليمين، انتم نازلين بهالنزلة الخفيفة، بنهاية النزلة ما في حوض فيه قبر، هذا قبر حليمة، هذا قبر حليمة في البقيع معروف ويزار. الشباب والرجال اللي بيفوتوا على البقيع بعضهم يرشد بعض، يعني بيصير بيدلوا بعض على المكان. إذن هي رضي الله عنها مؤمنة مسلمة اتبعت الرسول وآمنت به. وأما حاضنته فهي أم أيمن الحبشية،
هي أم أيمن الحبشية التي صارت ولية. أم أيمن أيضا بقيت على قيد الحياة، عاشت طويلا إلى أن بعث الرسول، فآمنت به واتبعته وصارت ولية، وظهر لها كرامات. من كراماتها ما حصل في الهجرة عندما هاجرت من مكة إلى المدينة مشيا على قدميها وهي مسنة رضي الله عنها، في الطريق ما عادت تستطيع تكمل، وقعت وهي على الأرض إذ بصوت سلسلة فوق رأسها، رفعت رأسها فإذا بدلو قد نزل من السماء فيه ماء فرات، فيه ماء عذب زلال، أخذته شربته فقويت، تنشطت، ثم قامت وأكملت حتى وصلت إلى المدينة. ومش بس هيك، بقيت إلى أن رجع النبي إلى مكة. رجعت إلى مكة، وكانت ترى بعد ذلك في الحر الشديد تطوف حول الكعبة ولا تعطش. هذا من كراماتها رضي الله عنها. وابنها أيمن الرسول سماه ونال الشهادة. ابنها أيمن قتل شهيدا، كان صحابيا، الرسول سماه وكان من الطيبين. إذن وأما حاضنته فهي أم أيمن الحبشية، توفي والده، يعني والد الرسول، توفي والده عبد الله، ولأمه 6 أشهر وهي حامل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفيت أمه وعمره 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ولما بلغ 8 سنين توفي جده عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب، وكان يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة، شباب الصبي في السنة. وممن ألف في قصة المولد النبوي الشريف أو أفتى باستحبابه، ممن ألف أو أفتى باستحبابه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية، هذا أحد الحفاظ، شيخ الحفاظ العراقي. كذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ السخاوي، والحافظ ابن رجب الحنبلي، والحافظ السيوطي. ابن رجب الحنبلي عنده كتاب اسمه لطائف المعارف، فيه عقد فصولا في مسألة المولد. والحافظ السيوطي ألف كتاب اسمه حسن المقصد في عمل المولد. وكذلك من الكتب التي ألفت في هذا التنوير في مولد البشير النذير. وأيضا ممن ألف في ذلك شيخ الحفاظ العراقي، سمى كتابه المورد الهني في مولد النبي. والحافظ أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة. ومفتي الديار المصرية محمد بخيت المطيعي. ومفتي الديار اللبنانية الشيخ مصطفى نجا عمل كتابا المواهب اللدنية في مولد خير البرية. وشيخ الإسلام الحافظ المجتهد المجدد الهرري رضي الله عنه ألف كتابا أسماه الروائح الزكية في مولد خير البرية. والحمد لله رب العالمين.